نجم مصر والثعلب الصغير واحد اضلاع مثلث الرعب في 98 في كاس افريقيا، البطوله التي لا تنسى. كابتن حازم امام يعني منورنا على ميلودي سبورتس والنهارده. ميرسي يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. طيب يا كابتن، يعني النهارده مهرجان اعتزال بقى، هقول توأمك الروحي في ارض الملعب كابتن عبد الستار صبري، تقول ايه النهارده على هذا اليوم؟ والله يعني مبسوط طبعا. عبد الستار لعيب مهم جدا في الكوره المصريه، وزي ما قلت يمكن زميل. كنا بنعمل ثنائي مع بعض كويس، يعني سطر من اللعيبه اللي الواحد بيحب يلعب معاها. يعني ان شاء الله يبقى يوم جميل بالنسبه له ويبقى يوم حلو. اعتزال نجم كبير في مصر، يعني كويس. بشكركم ان انتم اهتميتوا بهذا المباراه وهذا اللقاء، فيا رب ان شاء الله يطلع ماتش حلو باذن الله ان شاء الله. كابتن، اكيد في لحظات لا تنسى وذكريات كده يعني بتبقى من وراء الكواليس، ايه اطرف المواقف او اجمل المواقف اللي حصلت لك مع كابتن عبد الستار؟ والله لا، حاجات كتير. عبد الستار انا قاعد مع عبد الستار بقى معايا في الاوضه يعني 10 سنين في المنتخب على التوالي، بنقعد مع بعض في نفس الاوضه، فحسيت لنا حاجات كتير ما بين انكسارات وما بين انتصارات. ولكن هي الحاجه اللي كانت معانا هي كانت صعبه شويه، بس بعد كده بنفتكرها بنقعد نضحك. طبعا ماتش السعوديه طبعا للاسف كان ماتش صعب جدا، هو اطرد وانا اتطردت، ودي اول مره احنا اتنين نطرد في حياتنا، كنا قاعدين في نفس الاوضه. فطبعا يعني لك انك تتخيل بعد ما نخلص الماتش ونتيجه تقيله والناس كلها شايفه ان احنا السبب وقاعدين مع بعض في اوضه واحده، فكان طبعا ما كانش حد بيقرب لنا خالص في الاوضه، ما حدش جاي لنا خالص، ما حدش كان كنا يعني كاننا معزولين تماما. يعني يمكن دي حاجه كانت صعبه، بس دلوقتي انا بفتكر انا وعبد الستار بعد الشوط نقعد نضحك، لان احنا كان شكلنا وحش جدا قدام الشعب المصري كله يعني، واللعيبه كان في بصات كده، نظرات ان هم حاسين ان احنا السبب. لكن يعني في حاجات طبعا 98 من احسن القعدات اللي قعدناهم مع بعض، الفتره دي، وكنا على طول بنقعد. كان يمكن بقى ساعتها كان بنقعد بره كتير نلعب بلاي ستيشن، كانت لسه نازله، فكنا بنقعد مركزين قوي، وكابتن جوي كان خايف كده الموضوع ده، وبعدين لقينا بنكسب فالراجل خلى لنا نكمل في البلاي ستيشن لغايه لما الدنيا مشيت يعني. كابتن حازم، كلمه اخيره توجهها للكابتن عبد الستار النهارده في يوم اعتزال. بقول له انت نجم كبير جدا جدا، يمكن ما خدتش حقك الاعلامي اللي كان يجب ان يكون احسن من كده بكثير. عبد الستار من اللعيبه اللي بشوفها احسن مننا بكثير، ولكن هو حظه للاسف ما لعبش في الزمالك الاهلي، دي مشكله طبعا انه ما بيلعبش في الزمالك الاهلي، ما بياخدش الشهره والنجوميه والتسليط الضوء عليه. يعني عبد الستار يعني معدينا بكثير جدا كمهاره وكلاعب كبير، فنتمنى ان شاء الله في المستقبل يبقى نجم كبير في الرياضه باذن الله ان شاء الله. شكرا كابتن حازم. شكرا.